بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى بإذن الله كده زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض طريقة الايس كريم. طريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا. طبعا بأي نوع فاكهة متوفر عندك. تمام. طبعا المانجا اليومين دول متوفرة في السوق. حبيتي تعملي نوع واحد، حبيتي تعملي 3 انواع زي ما انا كده عامله، براحتك خالص. يلا نشوف المقادير وطريقه التحضير بتاعتنا. بس لو اول مره بتشوفيني يا ريت تعملي اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد. نبدا بسم الله كده. انا كان عندي فراوله متفرزه في الفريزر. تمام، كنت مفرزاها معاكم قبل كده. اهوت الفراوله لازم تكون بتلجها. بتلجها يا جماعه، ما تحلش. تمام. بتطلعيها من الفريزر، تريح يا دوبك 5 دقايق كده وبعد كده عالكبة. 5 دقايق بالظبط. تريح 5 دقايق وبعد كده عالكبة. تمام. بصوا المقدار اللي انا عملته دوت، يعني دول 5 مجات كبار، يعتبروا بتاع 5 مجات كبار فراولة. تمام. مقدار الشفشق بتاع الكبة كده زي ما انتوا شايفين. انا كان فاضل حبة صغيرين فحطيتهم، هما عاملين بتاع 5 كوبايات كده كبار. 5 كوبايات مج كبيرة. تمام. هنبدأ بقى نحط دلوقتي بصوا الفراولة معايا جامدة جدا جدا جدا، يعني مش تتحرك بصعوبة جدا في الكبة عشان كلها تلج. فيا اما تحطي معلقتين مية يا اما تحطي معلقتين لبن. يعني لو عندك لبن، متوفر لبن عندك في الوقت ده، حطي معلقتين اللبن. مفيش لبن، حطي معلقتين مية. تمام كده هتتلاقيها ضربت معاكي وبقت تمام. هنضيف دلوقتي كوباية الكريم شانتيه، كوباية من الكريم شانتيه. تمام كده، كوباية من الكريم شانتيه يا جماعة. هو بيديله القوام الجميل. ومحتاجين دلوقتي سكر بودر. السكر بودر حسب الحلو بتاعك، يعني بتحطي من 5 معالق ل6 7 معالق على حسب ما انتي بتحبي الحلو. تمام. ودلوقتي بقى هنضيف بودرة الايس كريم. دي اضافة، حابة تحطيها حطيها، مش حابة تحطيها بلاش. انا حطيت منها معلقتين للفراولة، بتدي مطة حلوة جدا للفراولة زي الايس كريم اللي يتباع في المحلات بالظبط. تمام. المطة كده اللي هي بتبقى في الايس كريم دي، هي دي بودرة الايس كريم اسمها كده. تمام. كده خلاص. ضرب كله في الكبة، بقت تمام معايا، حلوة جدا، قوامها جميل جدا. على طول تشيلي في الفريزر. يعني دي العلب دي اللي هي العلب بتاعت التفريز، او علب زي العلب الجبن كده اللي بتتباع بالجبن في المحلات. انا بشتريها فاضية من المحل اللي بيبيع اكياس التفريز والحاجات ديت، فبخليهم عندي لو احتاجتهم. تمام كده انا خلصت كمية الفراولة اللي معايا. هنبدأ بقى نعمل المانجا. برضو المانجا انا كنت مقطعاها مكعبات. المانجا دي كانت المفروض ان هي زبدة، اللي هي زبدية. بس كان فيها نوع مزازة شوية، يعني مش من الحلو بصراحة. انا بحب اكتر نوع مانجا بحبه اللي هو العويس في الاكل. بس ما كانش فيه متوفر قدامي عويس، فجبنا ديت وخليتها كده وقطعتها مكعبات وشلتها في الفريزر لمدة 24 ساعة. جمدت معايا وبقت بالشكل ده كده. طلعتها. لازم تبقى جامدة معاكوا يا بنات، لازم تبقى جامدة معاكوا، ما ينفعش تعمليها سايلة. تمام. بصوا انا ضربتها اهوت. احتاجت برضو معلقتين ميه معاكي تمام، ما احتاجتش، حسيتي ان هي بتلف تمام معاكي، يبقى كده خلاص، كده مش محتاجه. تمام. هي كده مش محتاجه زي الفراوله. خلاص كده هي لفت معايا كويس جدا. هبدا بقى ان انا اضيف برضو الاضافات بتاعتي. هحط برضو معلقه من الكريم قصدي كوبايه من الكريم شانتيه، اللي هي كوبايه الشاي ديت. كوبايه الا معلقه بسيطه. تمام. يعني هي مقدار كوبايه كده الا معلقه اهو. هضيفها وهضرب بقى شويه كده بالكبه عشان تديني كده القوام الحلو. وبعد كده هنبدأ. طبعا انتي بتقلبي، يعني بتفصلي طبعا، انا عشان ما اطولش عليكم الكاميرا. بصوا
لازم تقلبي، تجيبي من تحت لفوق من تحت لفوق، عشان بتبقى عامله كده فواصل. تمام، فاحنا مش عايزين فواصل، احنا عايزين كلها القوام بتاعها يبقى كله قوام واحد. وقفي وهاتي كده من المعلقه، هاتي من تحت لفوق ورجعي قلبي تاني. تمام، خلاص كده انا ضربت الكريم شانتيه مع المانجا، بقت تمام. هبدا ان انا اضيف بقى السكر. برضو السكر انا قلت لكم دي كانت مزازه معايا فاخدت مني سكر كتير. لو المانجا بتاعتك اللي انت هتعمليها حلوه خلاص، يعني سكرك زي ما انت عايزاه، انت بتدوقيها برضو انت شغاله. انا السكر باودر ده لازم يكون سكر باودر يا بنات، لازم سكر باودر. سكر باودر ده انا كنت طحناه في البيت وكنت شايلاه. برضو هضيف بودرة الايس كريم، هضيف معلقتين برضو كبار كده من بودرة الايس كريم. زي ما قلت لكم بتدي مطة حلوة، عايزة تستغني عنهم بلاش، يعني زي ما انت حابة. هي بتدي بس بتدي للايس كريم مطة حلوة جدا. بصوا ادي القوام ده المطلوب. هبدأ برضو افضيها اهو زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ان انا افضيها برضو في العلبة، وعلى طول على الفريزر. طبعا الجو حر جدا، يعني الجو اليومين دول حر جدا، فالحاجة تخلصي الحاجة دي تخلصيها وتحطيها في الفريزر على طول، ويكون مكان في الفريزر كويس جدا، يعني عشان تتجمد كويس. دي نقطة خدي بالك منها. تمام كده كده خلصنا المانجا. نيجي بقى لايس كريم الحليب. انا معايا كيلو ونص من الحليب. تمام، كيلو ونص من الحليب. كيلو ونص من الحليب يكون متلج، يعني انا كنت حطاه عامل كتله جامده كده في الفريزر، في كيس في الفريزر. تمام، طلعتها وفضيته كده، وبدات ان انا اكسره بالمعلقه معايا لحد ما بقى كتل ثلجيه كده. تمام، عشان بس اعرف احطه في الكب. وهبدا ان انا اضرب كويس جدا. طبعا ضفت كوبايه من كريم شانتيه، كوبايه كامله من الكريم شانتيه. ونضرب كويس جدا، هتلاقيه بقى كريمي معاكي خالص كده. تلاقيه الحليب ما بقاش لا بقى كريمي. حطيت بقى ده باكو بودرة ايس كريم، باكو كامل حطيته باكو ايس، باكو بودرة الايس كريم، سوري، باكو من بودرة الايس كريم بريحة الفانيليا. انا مش هحط فانيليا لان هو في فانيليا، يعني هو بودرة الايس كريم بالفانيليا اوريدي، يعني مش محتاجه ان انا بقى احط فانيليا. لو انتي مش هتحطي بودرة ايس كريم يبقى لازم تحطي يبقى فانيليا سايله، يا اما باكيتات اللي هي باكيتات الفانيليا. تمام كده. لو مش هتحطي بودرة الايس كريم، وانا قلت لكم بودرة الايس كريم دي اختياري، بس بتدي مطة حلوة جدا للايس كريم زي الايس كريم الجاهز. وهحط بقى السكر البودر، وبرضو هرجع اضرب. تمام اهو. هضيف بقى دلوقتي اخر اضافة اللي انا ضفتها، ضفت قشطة وش اللبن. لو عندك حطي قشطة وش اللبن، عندك حطي، ما عندكيش خلاص. طبعا بتعزز طعم الايس كريم، الحليب بيبقى تحفة. وشلت كل طبعا العلب لمدة 24 ساعة في الفريزر. اتلجوا معايا وبقوا تمام معايا وكويسين جدا، يعني التماسك بتاعهم كان حلو جدا اهو. بصوا بخبط لكم اهوت على العلب من فوق، متلجين كويس جدا. هبدا بقى ان انا افضي. طبعا المعلقه ديت اللي هي المعلقه بتاعه الايس كريم، دي بتتباع في محلات الادوات المنزليه. تمام، في اللي هي كده وفي اللي هي بتبقى قطعه واحده، عشان نجيب سوسته كده فيها سوسته كده. تمام، وفي اللي هي بتبقى معلقه قطعه واحده. فضينا الايس كريم بتاعنا اهو بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. يا رب الطريقه تكون سهله ليكم وعجبتكم. يا ريت اللي اول مره يشوفني يعمل سبسكرايب للقناه ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا مني كل جديد. متنسونيش في اللايك يا جماعه. جزاكم الله كل خير. وطبعا جبنا بسكوت
وحطيناه عشان ناكل بسكوت بالايس كريم. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.